السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده طبعا جايب لك الضمله وانواعها. ايه فرق بين الضمله البوليستر والريزن يا جماعه؟ الفرق طبعا الخامه بس فقط لا غير. هتقول لي يعني ايه؟ يعني الضمله اللي بين ريزن او بالاوبوكسي هتبقى ب 700 جنيه. انت لو هتبيعها اقل حاجه ب 700، تمام. لكن لو البوليستر زي التجزيعه دي طبعا زي دي تختلف. وفي موديلات كتيرة جدا هنزلها لك الفترة الجاية ان شاء الله. طبعا تختلف، يعني انت لو بعتها ب 300 جنيه حلوة جدا بالبوكس بتاعها بالصندوق بكل حاجة. طب هل ينفع تحط صورة في الضملة من ورا من البوليستر؟ دي لسه هجربها، ولو نجحت معايا هنزلها لك. هعمل لك اشكال كتيره من البوليستر حلوه جدا، وهوريك تعملها ازاي من الريزن او من الاوبوكسي. طبعا في فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله هنزلها لك الفتره الجايه عن تصنيع الضمله بطريقه مختلفه وحلوه جدا. طبعا دي ضمله من البوليستر برضو، دي ضمله دي ضمله من الريزن يا جماعه. طبعا الريزن تشكيلة الضملة بتقعد أقل حاجة 3 أيام عشان تصنعها. ليه؟ لأنه الريزن بيطول في النشفان، بتدي طبقة وبعد كده طبقة تاني، وتحط لو تحط اسم أو صورة دي تفضل يوم تاني. فأقل ضملة تقعد 3 أيام، من 3 ل4. طبعا فالبوليستر ممكن تخلصها في ساعة، ففي فرق كبير جدا. طبعا البوليستر حاجة رخيصة، البوكسي يعدي 420 جنيه و430 جنيه. طبعا في ناس كتيرة ما بتعرفش تسوق الريزن. هعلمك ازاي تصنع ضملة حلوة جدا وفينش جميل جدا بس من البوليستر زي كده. تجزئة حلوة جدا، حاجة فخمة حلوة جدا. الفيديو بتاعها هتلاقيها عندي في القناة. طبعا فيديو دي برضو هتلاقيها عندي في القناة، والضملة دي برضو هتلاقيها عندي. وان شاء الله انزل لك اكتر من 10 فيديوهات. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر، يجيلك كله جديد.